ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هعمل معاكم وصفه تحفه جدا وما عملتهاش معاكم قبل كده، الملفيه اللي احنا بنعمله في البيت باسهل طريقه وبمكونين بس عندك، وهتلاقيهم بكل سهوله. والنهارده ان شاء الله الفيديو هيكون مختلف عن كل فيديو بعمله معاكم. النهارده هنعمل الحلو، فيلا بينا نخش بقى نشوف وصفتنا. بس قبل ما نخش نشوف وصفتنا، ما تنسوش تعملوا لي الاشتراك واللايك والكومنت الحلو، وهستنى رأيكم في الكومنتات عشان بفرح جدا جدا لما بشوفه. وما ننساش نصلي على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة أنا متحمسة جدا جدا أن أنا أنزل معاكم الوصفة دي والفيديو ده، لأن أنا ما عملتوش قبل كده. انا جبت الملفيه اللي احنا بنعشقه وبنروح نشتريه من بره، القطعة مش اقل من 20 و25 جنيه واحنا طالع. طب ليه ما نعملوش في البيت بمكونين يعني بساط جدا وزي المحلات واحسن كمان؟ انا جوزي اتوهم من الوصفة، قال لي لا احنا مش هنجيبه جاهز تاني. يلا بينا نخش نشوف المقادير ونشوف احنا عملنا ايه. انا جبت العجان بتاعي وحطيت فيه الكريم الباستري. الكريم الباستري ده يا جماعة بيبقى جاهز من كل حاجة، يعني ولا بنضيف له اي مكونات ولا بنحط سكر ولا بنحط اي حاجة. احنا كل اللي احنا بنعمله بنحط عليه لبن. طبعا انا حطيت لبن بخيره كيس كامل، تمام، وشوية صغيرين عشان الربع الكيس اللي معايا ده ربع كيلو. فانا هقول لكم مقدار الملفيه اللي معايا ده ما كانش عايز ربع كيلو الباستري برضو عشان كان باظظ من كل حته. ممكن تشيلوا منه شويه وما تحطوش اخر شويه لبن دول. تمام يا جماعه، لان هو يعني كان الحشو تحفه وكتير وكنت خدماه قوي. فانتي لو عايزه اللي انتي تقللي في الحجم السمك بتاعه شويه، انتي زي ما شفتي معايا كده في اول الفيديو كان مليان ازاي، تقللي شوية. هنشغل العجان وهنسيبه لغاية لما السمك بتاعه يكتر ويتقل شوية. بنضف حواليا كالعادة. آه السمك بتاعه مش هيبقى زي كريم الشانتيه او هيبقى اخف، لا هو ليه سمك كده هيبقى جميل جدا وبيتضاعف، او يعني بصوا هو ده الشكل. هو كده خلاص جهز معايا، وانا ما حطيتش اي اضافات زي ما انتم ما شفتوا. الملفيه بقى اساس الموضوع كله. احنا هنعمل ايه؟ انا كنت جايبه الملفيه ده جاهز. طبعا انا مش جايباه من اي شركه انا معرفهاش، انا جبته من حلواني الدمياطي. طبعا اللي بيسمعني وعارف حلواني الدمياطي يجيب منه، اللي مش عارفه يجيب من اي حلواني يكون معروف جنبه. هيروح يقول له انا عايز الملفيه، هيديهوله. طبعا ده بحسب سعر القطعه ايه والكلام ده. انا بقى عملت 12 قطعة من التلاتة اللي معايا دول، وطلعوا في منتهى الجمال، وانتوا هتشوفوهم معايا هيبقوا عاملين ازاي. اول حاجة انا جبتها، حطيت اول راق وهنزل عليه بطبقة من الكريم الباستري اللي معايا وهفرد اهو. شايفين يا بنات؟ سهل جدا بمكونين بس، الكريم الباستري واللبن. وطبعا الملفيه احنا مش عاملينه في البيت ومش هيتعبنا خالص، يعني هيبقى مريحك جدا في ان انتي هتعملي حاجة حلوة وفي نفس الوقت مش هتوقفك كتير في المطبخ. وعلى فكرة يا بنات، الملفيه ده انت ممكن تعملي بيه ام علي، تجيبيه وتحطيه في الطواجن تكسريه وتحطي معاه مكسرات، تحطي معاه زبيب، تحطي معاه لبن بلدي كده حلو، تحطي معاه حتة قشطة وتدخليه وبيطلع احلى منه مفيش. انا بجد كنت عايزة انزل لكم الوصفة دي من بدري واعملها معاكم، بس اول ما قررت ان انا اعملها قلت لازم انتوا حبايبي الحلوين اشارككم وتقولوا لي رايكم، وتقولوا لي يعني عجبتكم بسيطه عليكم، لقيتوا شكلها ايه، يعني تقولوا لي كل حاجه. بصوا بقى يا بنات، انا جبت معايا مربى المشمش. طبعا كل واحد مننا بيختار الطعم اللي هو عايزه. لو انت مش عايزه مربى مشمش هتحطي يعني هو اساسا، يعني هو ممكن في ناس بتشربه بصوص شربات خفيف،
ودي على فكرة انا مرضتش ان انا اقطعها معاكم. هرجع لكم موضوع المربى دلوقتي. بصوا انتوا لو تلاحظوا ان هي متكسرة من كذا حتة، اتكسرت مني وانا بشيلها من الطبق احطها جنبي يعني. فانا ما قطعتش الحتة دي عشان تشوفوا ان هي عادي جدا لما ده يحصل. هو يعني جميل وهش وطري في نفس الوقت، فما استحملش ان انا امسكه من حتة واحدة، فعادي اتكسر مني. فانا عملت ايه؟ حطيت على كل حتة مربى. يعني انا حطيت الكريم باستري تحت، وفي ظهر التانية دي حطيت المربى، وبعد كده حطيت اهو زي التوضيح في التانية هي باينة. يعني ايه؟ رايق عليه كريم باستري، وفي الوش بتاعه في الناحية التانية اللي هحطها هحط المربى بتاعتي. انا كنت جايبة مربى المشمش، انا بحبه اكله بالمربى المشمش. في ناس بتحب بقى تاكله بأطعمة تاني، بس انا ما يعني بصراحة ما جربتهاش عشان ما فكوش في طعمها. بس بقى وحبيت ان انا احط على الوش كده المربى بتاعتي. طبعا انتي لو مش حابه تحطي بقى في الاخر مربى، ممكن هديكي افكار. ممكن تحطي سكر بودر ترشيه من فوق، وممكن تحطي شوكليت، تعمليه بالشوكليت وترشي عليه صوص كراميل. هيبقى حلو برضو جدا جدا، بس انا بحبه بالطعم ده وجوزي بيحبه بالطعم ده. بس كده يا بنات، دخلته التلاجة يرتاح نص ساعة. جبت مية سخنة وسكينة ونزلت فيه كده. بقيت اقطعه بالطول، والحتة اللي انا بقطعها عملتها على 2. انتوا متخيلين طول الحتة وحجم اصلا الحتة كده؟ هتشوف يعني زي ما شفتوها معايا في بداية الفيديو. جميل 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 ومشبعة جدا جدا، ولازم تجربوها هتعجبكم قوي قوي وعلى ضمانتي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.